امي عندها 40 سنه واتجوزت، واللي حصل من جوز امي بعد الجواز محدش يقدر يصدقه. تعالوا اسمعوا الحكايه وقولوا رايكم فيها ايه. قبل ما احكي الحكايه لا يحلى الكلام الا بذكر النبي عليه افضل الصلاه والسلام. صاحبه المشكله بتقول: انا ابويا مات وسابني انا واختي. انا كان عندي 3 سنين واختي كان عندها سنه، وامي كانت لسه في عز شبابها وجميله جدا، كان عندها 20 سنه. الناس كلها اتجمعت واهلها وقالوا لها لازم تتجوزي، وهي اصرت انها ما تتجوزش عشان تاخد بالها منا وتعيش لنا بس. وفعلا امي اشتغلت وتعبت وشقت لحد ما عملت لنا بيت خاص، وكنا قاعدين فيه معززين مكرمين، واتعلمنا وخلصنا تعليم وجهزتنا احسن جهاز، وجه ولاد الحلال واتجوزناهم وكانت احسن جوازات، ما قصرتش في اي حاجه خالص. بعدها طبعا كل واحده قعدت في بيتها، بس كنا بنروح على طول لامي وكنا على طول بنكلمها في التليفون. جت في يوم امي وجمعتني انا واختي وقالت لنا ان في عريس كويس جدا ومتقدم لها، وساعتها قالت لنا انها بتفكر تتجوز علشان هي خايفه من الوحده وقاعده لوحدها. وطبعا امي لسه صغيره عندها 40 سنه ولسه في عزها ولسه حلوه ومطلوبه. ساعتها انا واختي اول ما سمعنا كده زعلنا واتضايقنا واخدنا جنب، بس بعدها قلنا ايه المشكله، امي تعبت كتير وشقيت كتير وما شافتش يوم فرح بعد موت ابويا، من حقها انها تعيش ومن حقها انها تتجوز، هي لسه صغيره. وساعتها اتصلنا عليها وقلنا لها خلاص يا ماما احنا موافقين ومباركين جوازتك. وتمت الجوازه واتجوزت وجه جوزها قعد معاها في البيت. من ساعتها حسيت حال امي اتغير خالص، اتحولت 180 درجه. امي ما بقتش عايزه تشوفنا، ما بقتش عايزه تكلمنا، حتى اليوم اللي كنا بنخصصه ونروح لها في الاسبوع رفضت انها تستقبلنا هناك. ما كناش عارفين ايه السبب، ايه اللي حصل. امي ما كانتش كده. رحنا هناك البيت لقينا امي بتنام على طول، وعلى طول مقريفه وملهاش مزاج في حاجه. انا واختي استغربنا لان امي على طول نشيطه وعلى طول بتحب تقعد وتتكلم، واول ما كنا بنروح كانت بترحب بينا وتعمل لنا يوم خاص كده، تعمل لنا اكل معين، يعني الاكل اللي احنا بنحبه. امي اتغيرت خالص، ما بقتش هي، بقت واحده تانية. تحت عينيها اسود، وشها اسمر، في حاجه غلط عند امي انا مش فاهماها. هنا قعدت انا واختي نسالها: مالك يا امي، انت تعبانه من حاجه؟ لو تعبانه ممكن ناخدك انا واختي عند الدكتور ونكشف عليك. ساعتها اتنرفزت علينا وقالت لنا: لا انا ما فيش حاجه تعباني، انتوا عايزين تمرضوني بالعافيه، هو انتوا طمعانين فيا ولا ايه؟ طمعانين في البيت اللي انا قاعده فيه؟ واول مره امي تتكلم بالشكل ده معانا. طبعا احنا هديناها ومشينا واحنا مستغربين ايه اللي حصل، امي بتعاملنا كده ليه. تاني مرة قلنا لازم نروح لها، وطبعا كنا بنتصل عليها قبلها، كانت بتتحجج حجج غريبة وتقول لي أنا مش موجودة، لا أنا تعبانة، لا أنا في حد عندي النهاردة. وأول مرة نسمع منها الحجج دي. طبعا اضطرينا أنا وأختي نروح لها مرة واحدة علشان نشوف في إيه بالظبط اللي بيحصل هناك، لأن أمي مش طبيعية. وفعلا اتفقت أنا وأختي نروح مرة واحدة من غير ما نقول لأمي علشان نعرف إيه اللي بيحصل معاها وليه حالتها اتغيرت وشكلها اتغير بالشكل ده. وفعلا رحت انا واختي مره واحده ودخلنا، لقينا البيت تقريبا مش هو البيت اللي احنا متعودين عليه. لقينا امي قاعده وفي حوالي 3 4 من صحاب جوزها قاعدين وجايبين شيشه وجايبين مزات وحاجات وقاعدين كده قاعده غريبه. طبعا ساعتها انا واختي ما صدقناش اللي احنا شفناه واتذهلنا، واخدنا امي ودخلناها الاوضه وقعدنا نتكلم معاها: ايه اللي انت عملتيه ده يا امي؟ ايه اللي انا شايفاه ده؟ مين الناس اللي بره دول؟ وازاي تسمحي ان جوزك يجيب صحابه يقعدوا بالشكل ده وانت قاعده في وسطيهم كده؟ ازاي؟ شكل امي كان مريب جدا، يعني انا كنت حاسه انها فعلا قاعده معاهم مش بتخدمهم زي ما هي بتقول. طبعا اول ما قلنا لها ايه اللي انت بتعمليه وازاي قاعده كده، قالت ابدا انا برحب بضيوف، وايه المشكله؟ هو انتوا مش جوازكم بيجي لهم ضيوف عادي عادي، ايه مشكلتك؟ شكل عين امي غريب، اسلوبها غريب، ريحه نفسها غريبه، مش واحده بتضيف ناس عمرها، ده واحده قاعده معاهم كانها بتشرب معاهم من اللي هم بيشربوه. ساعتها انا واختي حسينا ان في حاجه غلط وشكينا في امر ما. ولما كلمنا جوز امي قال انتم مكبرين الموضوع، عادي مفيش اي مشكله. هي قالت لي بدل ما تنزل تقعد تحت، هات صحابك واقعد هنا، والمساله بسيطه جدا ومفيش حاجه مريبه وما تكبروش الموضوع. مشينا ساعتها انا واختي ودماغنا بتودي وبتجيب ومش فاهمين ايه اللي بيحصل بالظبط، لحد في يوم لقينا تليفون جاي من جارنا. فبنرد على التليفون بيقول لنا: الحقوا امكم بتتضرب ومتبهدله ومتعوره.
جرينا جري على امي علشان نشوفها، لقينا جوزها مبهدلها وضربها بازازه في دماغها ودمها سايح. ولما سالنا امي ايه اللي حصل بالظبط، ساعتها اتفاجئنا بالكارثه، اتفاجئنا انه بياخد منها فلوس علشان يجيب مخدرات، وهي رفضت تديله فلوس مش عشان هيجيب مخدرات، لا علشان هي كانت عايزه صنف معين، وهو قال لها زودي الفلوس شويه، وهو كده بيضحك عليها في الفلوس. ساعتها اول ما سمعت كده انا واختي قعدنا نصوت ونلطم، واحنا مش مصدقين نفسنا، احنا كل اللي في دماغنا ان هو مد ايده عليها، واحنا عايزين نثبت ده عن طريق المحضر. وهو اول ما قال لنا الكلمتين دول احنا اتسمرنا مكاننا وما قدرناش نتكلم، وكل اللي علينا انا واختي بنعيط، بنقول لها ليه؟ ايه اللي عملتيه في نفسك ده؟ انت عمرك ما عملتي كده، ده انت في عز شبابك ما عملتيش اللي انت عملتيه ده. وهنا لقيتها قامت تضرب فينا انا واختي وبتطردنا بره، بتقول لي اعتبري ان مالكيش ام انت وهي، ومحدش يجي هنا تاني ولا تتكلموا في التليفون وانسوني خالص. ساعتها انا واختي نزلنا من عندها واحنا منهارين ومش عارفين مين دي اللي كانت بتكلمنا، دي واحده تانية خالص مش امي، اتحولت مش 180 بقى، لا ده 360 درجه، واحده تانية، بني ادمه تانية قدامنا باخلاق تانية باسلوب تاني. وانا دلوقتي واختي قاعدين ومش عارفين نتصرف ازاي ولا نستنجد بمين. يعني انا ما اقدرش اقول لجوزي امي بقت تتعاطى مخدرات، ولا اختي التانية قادره تقول لجوزها ان ماما حالتها اتغيرت وان جوزها بيتعاطى معاها مخدرات وبيجيب لها ناس في الشقه. فانا دلوقتي مش عارفه اتصرف انا واختي ومش عارفين نعمل ايه بالظبط. فقولوا لي رايكم في الموضوع بس يا ريت بسرعه، لان امي كده بتضيع من ايدينا، واحنا عارفين ومتاكدين ان الدور جاي على البيت، لان هو فعلا داخل على طمع وشكله بياخد منها الفلوس حاجه في حاجه. وطبعا امي مش في وعيها وقفلت الباب في وشي انا واختي ومش عارفين نتصرف. اول حاجه انا هقولها لازم تستنجدي براجل، راجل يكون قريب منكم. يعني انت بتقولي طول حياتكم عايشين لوحدكم واهاليكم بعيد عنكم، فهتضطروا تستنجدوا بازواجكم، يعني دول اقرب ناس ليكم ودول ستر وغطا ليكم. يعني انا متهيالي ما تقدريش تعملي حاجه تانية غير ده. وبغض النظر بقى عن منظرك انت واختك قدام اجوازكم، فانا متهيالي ملكوش حل تاني. طبعا انا معرفش انت عندكم مين من اهاليكم، هل ليكوا خال، هل ليكوا حد قريب؟ انت ما قلتيش وما وضحتيش، وقلتي ان كل الناس سابوكوا وانتوا اللي مشيتوا في الحياه لوحدكم. يعني مش هيجي بعد الوقت ده كله او السنين دي كلها تروح تستنجدي بيهم، يعني هم ما ينفعوكوش وانتوا صغيرين، هينفعوكوا بعد ما كبرتم؟ مش هينفع. فاقرب لك انك تروحي تستنجدي بازواجكم، وهم كرجاله هيقدروا يتصرفوا. وطبعا اول حاجه لازم تعمليها انت واختك، تاخدوا امك علشان تدخلوها مصحه وتبعدوها عن الزوج ده باي طريقه. وبعد ما امك تتعالج ولازم تقعدوا معاها وتفوقوها، لانها بالتاكيد مش في وعيها، وتبعدوا الشيطان ده عنها خالص، لانه بالتاكيد هو السبب الرئيسي في الموضوع. كمان موضوع ان هو ضربها بالازازه في دماغها لحد ما ساح دمها، المفروض كنتوا اثبتوا حاله علشان تقدروا تاخدوا حقكم، بغض النظر على اللي هم بيقولوه او الاسباب اللي بيقولوها. بالتاكيد لما يجوا قدام الضابط او لما يجوا قدام التحقيق مش هيقولوا السبب ده. وده رايي المتواضع، وانا طبعا هسيب الراي للمختصين وراي الناس يشاركوه في الكومنتات عشان تقدروا توصلوا للراي السليم. ودي كانت حكايتنا، خليكم معايا في حكايه جديده من حكاوي هناء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.